وانا ماشي وهايم على وجهي في العالمين على ما منلت خلص شراء وقيس فجأة. الله 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 الله، البورصه المصريه انتوا اللي جابكوا هنا؟ بقول لك انت لابس نظاره جايين متارجتين ايه؟ الناس الاغنياء؟ انتوا عايزين بتدوروا على الناس الاغنياء؟ لا طبعا. ما عايزين مين؟ لا احنا عايزين كل الناس، اي حد ممكن يستثمر في البورصه زي مين؟ زي حضرتك. منورين. اللي انا افتكرت ان البورصه الاغنياء بس. انا عايزك تديني 3 معلومات الناس واخداها غلط عن البورصه و3 نصايح لاي حد عايز يستثمر في البورصه. ايه رايك نبتدي ب3 معلومات غلط؟ ان هي مش الاغنياء، ايوه، ان هي مش كازينو، مش قمار، مش قمار كويس. لا هي دراسه. والثالثه ان هي مش صعبه. مش صعبه، مش صعبه. ال3 حاجات تنصح بيهم اي حد عايز يستثمر في البورصه. اعرف انت عايز ايه، حدد اهدافك الاول. اهدافه بمعنى انت عايز ايه؟ مدى قصير، مدى طويل، عايز ايه من فلوس؟ انت عايز ايه، عايز تعمل ايه، وبناء عليه هتختار الادوات والمنتجات اللي هي بتناسب التوليرنس ريسك بتاعك او قدرتك على تحمل المخاطر سنك قد ايه، اللي هي بتجيبها زي سنك قد ايه، ايه الاهداف، التزاماتك عامله ازاي. هي دي البروفايلنج. دي اول حاجه. تاني حاجه، دي اول وتاني حاجه كويس. اوكي. ان انت لازم هتكون بنفسك، عندك المعرفه وقادر، عندك الوقت اللي انت تخصصه تدرس، يعني تشوف ايه اللي بيحصل جوه الماركت. لو عندك ده لازم يكون بنفسك، مفيش حاجه ان انت يعني بس. من اول سن كام ممكن يستثمر في البورصه؟ 16 سنه. 16. مطلع بطاقه وخلاص. طلع بطاقه خلاص، طبعا بمعايير مختلفه حلو. عن اللي عنده 21 سنه. طب بلاش، من اول مبلغ قد ايه؟ اي رقم. 10 جنيه يعني؟ لا مش 10 جنيه، اللي فايض عن احتياجاتك الاساسيه بتاعت الاكل والشرب والامرجنسي، اللي فايض عن دول هو ده اللي تقدر ان انت توزعه بقى ما بين كل الوسائل الادخار والاستثمار اللي حضرتك قلت عليها. في منتجات بتميت النيد والريسك توليرنس لكل الناس، يعني كل واحد وحسب قابليته للمخاطره. وبرضه حابب اكد تاني عشان انتوا مكانكم مش هنا بس، ان البورصه مش حكر على فئه معينه من الناس ولا نوع معين من الناس. احنا هنا بنعرض اوفرنج خلينا نقول التعليم، تنو عن سوق المال. موقع البورصه المصريه egx.com.eg، كل الناس egx فور اول، عليه كل المعلومات عربي وانجليزي. عربي وانجليزي بس كده، لا يسترك. و15 221 ده الكول سنتر بتاعنا. 15 221 افتكروه كويس. مش عطلتك، وربنا يجعله عامر كده دايما، ويجعل البورصه المصريه عامره ان شاء الله.